السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده مع بعض هنعمل الفطاير اللي انتوا شايفينها دي. فطاير تحفه يا جماعه، اتمنى ان انتوا تجربوها. مكوناتها بسيطه جدا وليها بدايل كتير، ممكن تحشيها وممكن تسيبيها كده. في الحالتين نتيجتها تحفه، اتمنى ان انتوا تجربوها. شايفين الفطاير بتاعتي قد ايه غنيه وطريه وهشه ومن غير فرد كتير، هتعجبك ان شاء الله وهتطلع معاكي ناجحه من اول مره. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه وتنجح معاكم. وتعالوا بينا اوريكم الفطاير بتاعتي من جوه شكلها عامل ازاي. بصوا، حاجه كده اشبه بالخيال. شايفين قد ايه طريه وقد ايه هشه؟ شايفين شكلها من جوه؟ اللهم بارك. ان شاء الله الوصفه بتاعتي تكون خفيفه وسهله ليكم. قبل بقى ما نبدا اي حاجه نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين الفطاير بتاعتنا؟ ونشوف بدينا الفطاير دي وعملناها بمكونات ايه، وان شاء الله المكونات بتاعتي تكون بسيطة وموجودة في كل بيت. تعالوا بقى هنا في بولة فاضية هنزل بكوباية مية عادية من الحنفية زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. وهنزل كمان بمعلقتين 2 سكر كبار. وهنزل عليهم بباكت خميرة فورية. الباكت ده وزنه 11 جرام. هدمج بقى الخميرة والسكر والمية مع بعض، قلبهم كويس جدا لحد ما الخميرة تدوب. في المرحلة دي لو انت مش متأكدة ان الخميرة بتاعتك شغالة، ممكن بقى في المرحلة دي تعملي التست بتاعها. هتقلبيها كويس جدا وتغطيها لحد ما تتفاعل مع بعض كويس، عشان تبقي ضامنة ان الخميرة بتاعتك نشطة. انا عشان عارفة ان الخميرة نشطة هشتغل على طول. قلبتهم كده كويس زي ما انتوا شايفينهم مع بعض كده. معايا ايه تاني؟ معايا بولة فيها 600 جرام دقيق. هنزل عليهم بنص معلقة ملح صغير. وهنزل عليهم ببقية الخليط اللي احنا عملناه مع بعض، اللي هي الخميرة والسكر والمية. انا خدت كوبايه ميه بس، في معايا تاني كوبايه تاني، يعني كوبايه ميه كمان من فضلك. ما تحطيش الميه بتاعتك كلها مره واحده على العجين، لان نوعيه الدقيق بتختلف من دقيق لدقيق. هبتدي بقى اقلب العجين بتاعتي كده واقلب المكونات كلها مع بعض. وزي ما قلت لكم معايا كوبايه فيها ميه جنبي، كل شويه اما الاقي الدقيق عايز بزود. عجينه سهله جدا ووصفه بسيطه جدا، وامكانياتك ان شاء الله تكون متاحه عندك. قلبتها بالطريقه دي وهبتدي بقى اشيل المعلقه واشتغل بايدي. هنا بقى كنت خلاص اشتغلت بايديا. هبتدي لسه شايفه العجينه، لسه انا بنزل شويه ميه بشويه صغيرين زي ما انتوا شايفين كده. لمي بقى العجينه بتاعتك كويس جدا. اهم حاجه في الوصفه دي ان العجينه بتاعتك تتعجن كويس. هي على قد ما هي ما فيهاش مقادير، بس اهم حاجه فيها تكنيك الشغل بتاعها. ان انت تخدمي العجينه كويس جدا. بصوا، انا عجنت العجينه تقريبا لمده اكتر من 12 دقيقه. عايزه العجينه بتاعتي ناعمه جدا. يعني مش قادره اقول لك ناعمه ازاي، هتشوفيها دلوقتي. شايفين انا بعجنها ازاي؟ بصوا، شايفين طراوة العجينة ونعوميتها؟ اللهم بارك، تحفة. في نفس الوقت ما بتلزقش في ايدي خالص. اهم حاجة تعجنيها كويس. العجينة دي لازم تبقى مخدومة جدا، تشديها كده زي الاستك، ما تتقطعش منك. شايفين شكلها؟ اللهم بارك. لا، الطبق بتاعي نضف والعجينة بتاعتي بقت ملساء جدا. بصوا شايفين شكلها؟ تحفة يا جماعة. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي، من اسهل والذ الوصفات اللي ممكن تعملوها. هبتدي بقى اكور العجينه بتاعتي بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. قد ايه؟ تقريبا القطعه قد البيضه كده، بيضه كبيره. بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. دهنه صينيه زيت وبقطع قطعه العجين واحطها في قلب الصينيه. حاولي برضو انك تخلي القطعه بتاعتك ملساء من فوق ومن تحت بالطريقه اللي انتوا شايفاها دي. شايفين الشكل؟ هنا قطعت العجينه بتاعتي كلها كده. هشتغل على طول. زي ما بقول لكم كده، دهنه الصينيه شويه زيت. مش هاسيبها تخمر ولا حاجه، انا هشتغل في الوصفه بتاعتي على طول. معاكي بقى صينيه، طبق، اي حاجه متاحه لك، هنزل عليها بكوبايه زيت. وهنزل كمان بكوبايه زبده. دي زبده صفرا سايحه. لو ما عندكيش زبده صفرا، لو ما عندكيش ممكن تستخدمي سمنه، ممكن تستخدمي زيت، بس دي حاجه راجعه لك انت. بصوا، انا يا دوب فكيت السمنه بس، الزبده بس، انا مش عايزاها سخنه، انا عايزاها فكه. زي ما انتوا، الخليط ده هيكفيني من اول العجين لحد اخره. هابتدي بقى آخد أول قطعة من العجين، أنا ما سِبتهاش تريّح ولا أي حاجة. أفردها يا دوب أتَّك عليها بس، أضغطها كده وأحطها في قلب السائل بتاعي، اللي هو إيه، اللي هو الزيت والزبدة. باعوص إيدي من نفس السائل اللي على
على سطح العمل، واقوم جايه يا دوب موسعاها كده شويه بس وحطاها فين في قلب السائل ده. تحطيهم على بعض جنب بعض براحتك، انا هحطهم على بعض وهتشوفوهم دلوقتي مش هتلزق معاكي خالص. الوصفه دي اهم حاجه انك ايدك تبقى خفيفه فيها وتشتغليها بسرعه، لان زي ما احنا متفقين ان فيها خميره واحنا ما ريحناهاش خالص. شايفين العجينه انا ما ريحتهاش وما شاء الله بتفرد معايا بكل سهوله. شايفين شكلها؟ انا كده كنت خلصت تقريبا العجين كله، هوريهولكوا دلوقتي في قلب الصينيه. ما بين كل واحده وواحده كده بدهن بس من نفس الصينيه، ما بحطش من بره، بحطهم على بعض كده لان طبعا الصينيه مش هتكفي. شايفين الشكل؟ اه بالطريقه دي. انتوا تحسوا ان السمنه والزيت كتير؟ ابدا خالص، هتشوفوها برضو وانا بورقهم مع بعض، لان هي دي اللي انا هشتغل بيها الوصفه كلها. هبتدي بقى من غير ما يريحوا ولا اي حاجه كده اركنهم وابتدي اشتغل فيها على طول. على سطح العمل باخد من نفس الصينيه ادهن سطح العمل وابتدي اشتغل. اخد القطعه كده اللي فوق وابتدي اشتغل كده افردها، عايزاها رقيقه جدا انها تبين سطح العمل بتاعي بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. شايفين العجينه اللهم بارك بتمشي معايا بكل سهوله سلسه جدا. اهم حاجه في المرحله دي انك ترقي عجينتك كويس. شفتوا شكلها؟ رقيها بقى، ما تخافيش حتى لو اتقطعت منك ما تقلقيش خالص، ما فيهاش اي مشكله، اهم حاجه ترقي العجين. هبتدي بقى اتنيها، اخد من بره لجوه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، اظن سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. ما بين كل تانية وتانية بعوز ايدي من نفس السائل وادهن العجين وابتدي بقى الفها كده على بعضها. شايفين شكلها؟ اظن الطريقه واضحه اكتر من الشرح. في الصاج بقى مش مدهون اي حاجه، ورصيت المعجنات بتاعتي بالطريقه اللي انت عايزاها. الجزء اللي انا كنت عملته الاول انا بوريه لكم ان هو ابتدى يخمر عن الجزء التاني، هلف لكم الصاج وتشوفوا. شايفين الجزء التاني ده اللي انا لسه عاملاه؟ ما كانش لسه خد وقته في الخمر. هبتدي بقى اغطي الصاج بتاعي واسيب كل العجينه بتاعتي تخمر كلها زي بعضها. هتاخد قد ايه؟ بتاخد تقريبا من 10 دقايق لربع ساعه. انا اخدت معايا بالظبط 10 دقايق. بعد ما العجينه بتاعتي خمرت كده عملت لها سائل بسيط كده للتلميع، اللي هو ايه، ربع كوبايه حليب مع ربع قهوه مع ربع معلقه قهوه صغيره بتاعت اللي هي سريعه الذوبان. دهنت كل الفطاير بتاعتي ونزلت عليها برشه خفيفه كده من السمسم. ممكن تستغنوا عن الخطوات دي تماما. معايا هنا جبنه شيدر مبشوره، ابتديت انزل على الوش كده بعد السمسم. وزي ما اتفقنا ممكن تستغنوا عنها خالص، بس بما ان الفطاير بتاعتي ساده حبيت ان انا اخلي الفطاير بتاعتي غنيه شويه، مع ان هي والله العظيم يا جماعه من اسهل والذ الفطاير اللي ممكن تعمليها. مع كوبايه حليب تبقى كفايه قوي. شايفين شكلها؟ احط كده على الفطاير كلها من على الوش، وممكن تستخدمي الحشوه دي من جوه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. هنزل عليها بقى كمان برشه حبه البركه صغيره. انطريهم بس كده، مش هبقى يعني مش هنظمهم قوي، انا عايزاها بشكل عشوائي كده. في الوقت ده الفرن بتاعك شغال من قبليها كده تقريبا بعشر دقايق. لازم الفرن بتاعك يكون ساخن جدا، هي مش هتاخد منك اي وقت خالص في الفرن. بتحطيها على رف اوسط، درجة الحرارة 220. بتاخد قد ايه؟ تقريبا 10 دقايق في قلب الفرن. اول ما القاعده بتاعتها تحمر تقومي جايه مطلعاها فوق ومشغله عليها الشوايه. انا زي ما قلت لكم بشتغل في الفرن الغاز ده، بتاخد معايا قد ايه في الفرن ده؟ تقريبا 7 دقايق. شايفين انا كنت حطيتها في الفرن، اللهم بارك، الفرن بتاعته ناره هاديه جدا لان الفرن ده بيبقى حامي عن فرن البوتاجاز. شايفين شكلها؟ وهبتدي ان انا الف الصينيه بتاعتي كل شويه. هنا كانت في نص مرحله العجين بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. كل شويه بقى بقلب الصاج بتاعي، اطلع اليمه دي وادخل اليمه اللي ورا. بعد ما المعجنات بتاعتي تخلص بطلعها واغطيها واسيبها تهدى واديكم شايفين النتيجه بتاعتي. شايفين سواها من تحت ومن فوق؟ اللهم بارك، تحفه. وطراوتها مش قادره اقول لكم، اظن الشكل بيتكلم عن نفسه. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه بتاعتي والكميه بتاعتها، اللهم بارك، تحفه. شايفين الفطاير بتاعتي طريه ازاي؟ يا ريت بقى اللي وصل معانا لحد هنا في الفيديو ما ينساش يحط لي لايك ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وادي شكل الفطاير بتاعتي تحفه وغنيه جدا. ممكن تحشيها وممكن تسيبيها كده. شايفين شكلها؟ ممكن بقى تحطيها في الفريزر معاكي وقت ما تحتاجيها تطلعيها تقعد معاكي اسبوع واكتر كمان. شايفين الشكل والكميه؟ كل ده من 600 جرام دقيق. هقطعها كمان معاكم عشان تتاكدوا ان الفطاير بتاعتي طريه جدا. شايفين شكلها قد ايه غنيه وقد ايه طريه وشكلها تحفه، اللهم بارك. من اجمل والذ الفطاير اللي ممكن تعمليها.
دمتم في رعاية الله وحفظه، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. اشوفكم على خير حبايبي، اتمنى ما تنسونيش في اللايك.